اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مميزات البلانكو. النهارده هنكمل باقي المميزات وهنبتدي بالعزل الحراري. البلانكو هي ماده بتعمل عازل كويس جدا للحراره وتوفر لك في الكهرباء بنسبه 40%، يعني كفاءه التكييفات اللي هتشتغل هتبقى افضل واستهلاك الكهرباء بتاعك هيبقى اقل، تقريبا هتدفع نص التكلفه اللي بتدفعها في الكهرباء، وده لو استخدمت البلانكو في المحاره بتاعتك بدل المونه السوداء. ويا سلام بقى لو عامل كمان عزل حراري وعامل كمان الحوائط الخارجيه بتاعتك بسمك 25 سم. ما اقولكش بقى انت هتوفر قد ايه، احسبها انت بقى. نسبه السقط او الهالك اللي بينزل من مونه البلانكو تقريبا 1%، لانها بتشك وتنشف في خلال 45 دقيقه بس، عكس المونه العاديه اللي بتستنى عليها 7 ساعات عشان خاطر تنشف. بعد 55 دقيقه بالظبط تقدر تفرد معجون بلانكو مخصص للمونه دي، وهي سكينه واحده بس مش 3 ولا 4 زي المعجون العادي، وساعتها هتوفر في سكاكين المعجون والوقت اللي بتاخده كل سكينه في الصنفره بتاعتها. البلانكو ماده مقاومه للحريق، ولو حصل لا قدر الله حريق في غرفه من الغرف مش هتتنقل بسهوله للغرف اللي بعدها، عكس المونه الاسمنتيه اللي بتفرز غازات اثناء الحريق وبتساعد على انتشاره بصوره كبيره جدا. ولو عندك تربيات في المحاره بسمك 10 سم مثلا، كل يوم محتاج تعمل طبقه من المونه العاديه حوالي 2 سم وتستنى على كل طبقه حوالي 7 ساعات بالظبط، وتفضل تكمل لغايه ما توصل للسمك المطلوب، وساعتها الجنب اللي فيه تربيات كتيره في المحاره هيقعد معاك 7 ايام على الاقل، غير طبعا دق السلك والمسامير، وكمان هتستخدم ماده الاديبوند معاك في المونه بتاعتك. كل ده هتوفره لان البلانكو مش محتاج لكل ده اصلا، وبيشك بسرعه كبيره جدا. تقدر تفرد في الطبقه الواحده لغايه 5 سم ومش محتاج تدق سلك ولا مسامير ولا تحط ماده اصلا، وبعد 55 دقيقه تقدر تفرد الطبقه الثانيه بتاعتك، وبكده انت وفرت وقت رهيب جدا ومجهود كبير قوي. تخيل جنب بتعمله في 7 ايام عملته في ساعتين زمن بالظبط ووصلت للنتيجه اللي انت عايزها، ناهيك بقى عن العماله والوقت المجهود اللي انت هتبذله. عندك 4 انواع من ماده البلانكو: بديل البؤج والاوتار والبطانه وكمان الياس، وبديل المعجون، وكمان بديل الاعمال الجبسيه. كل دي مميزات لماده البلانكو، وغالبا الفيديو ده هينزل على جزئين، فما تنساش تتفرج على الفيديو اللي فات لو لسه ما اتفرجتش عليه عشان تحصل الاستفاده كامله. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.